سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الإطلالة الإخبارية التي نوافيكم فيها بآخر المستجدات الوطنية، ونستهل نشرتنا من مدينة تطوان، حيث اهتز الرأي العام المحلي على وقع مشهد استهتار الصارخ بقواعد السلامة العامة. فقد أقدم شاب في غياب تام لروح المسؤولية على ممارسة رياضة التزلج وسط زحام مرور خانق بأحد الشرايين الحيوية للمدينة، معرضا نفسه والآخرين لخطر محدق. المقاطع المتداولة عبر الفضاء الرقمي وثقت لحظات حبست الأنفاس، حيث ناور الشاب بين المركبات الثقيلة والسيارات ضاربا عرض الحائط بكل النظم القانونية التي تحكم السير والجولان. هذا السلوك الذي وصف باللامسؤول أثار موجة سخط عارمة بين السائقين والمواطنين، الذين أكدوا أن مثل هذه التصرفات المفاجئة تضع مستعملي الطريق في مواقف حرجة قد تؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها. وفي سياق متصل شدد مراقبون على أن هوس البحث عن الشهرة لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لاستباحة الفضاء الطرقي وتحويله إلى ساحة للمغامرات القاتلة. من هنا تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل السلطات المختصة لردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الطرقي، مع الدعوة لتعزيز حملات التوعية والتحسيس بمخاطر هذه الممارسات التي تزهق الأرواح وتبدل الممتلكات. يبقى الوعي الجماعي والالتزام الصارم بالقانون هما الدرع الوقي لتفادي مآسي إنسانية كان يمكن تفاديها بقليل من التعقل والحكمة. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله ورعايته.